تكون في خاطري حاجه حلوه ندير لهم هاد الليمونه اللي صراحه تخلص في نهارها بكثره البنه نتاعها، وزيد بمقادير سهله بسيطه اقتصاديه وانتم حضرتوها. المهم بلا ما نطول عليكم الهضره، هيا نبداو. في وعاء نحطو كاس ونص تاع حليب دافي او ما يعادل 250 ملل، نزيدو عليهم 4 ملاعق كبار تاع سكر، ملعقه كبيره خميره الخبز، نخلطو كلش بالخلاط اليدوي حتى يتجانس لنا الخليط. من بعد نزيدو 4 ملاعق كبار تاع زيت، بياض حبه بيض، ونخبيو الصفار من بعدها نحتاجوه، ملعقه كبيره تاع لافاني، نخلطو كلش. من بعد نزيدو ملعقه صغيره تكون ممسوحه تاع ملح، نحطو 3 كيسان يكونوا ممسوحين تاع فارينه، نزيدو ملعقه صغيره خميره كيميائيه، نغربلو كلش ونبداو نلمو كلش بيدينا حتى نتحصلوا على عجينه تكون رطبه وفي نفس الوقت تتلاصق في اليد. بالنسبه لكميه الفارينه تقدر دير لكم 4 كيسان او 4 كيسان الا ربع، وكما موالفه نقول لكم على حساب كل وحده ونوعيه الفارينه نتاعها. تحصلوا على عجينه كما راها موضحه في الفيديو، نزيدوا لها ملعقه صغيره تاع مارغرين، نسيو ندخلوا مليح هذيك الزبده في العجين حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه، نغطي عليها ونخليها تختمر حتى يتضاعف الحجم نتاعها. ودرك نمشيو نحضروا الكريمه تاعنا. في كسرونه نحطوا 2 كيسان تاع حليب، نزيدوا معاهم 4 ملاعق كبار ونص تاع سكر، 2 ملاعق يكونوا كبار ومعمرين تاع مايزينا، قرصه ملح، نخلطوا كلش بارد في بارد. من بعد نحطوها على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى تعقد لنا كامل هذيك الكريمة ويتكونوا فيها فقاعات صغيرة. بعد ما تطيب الكريمة تاعنا وهي سخونة نزيدوا لها ملعقة كبيرة تاع لافاني، ملعقة كبيرة تاع زبدة، ونخلطوا كلش. نفرغوا الكريمة تاعنا في غرفية ونغطوها بغطاء بلاستيكي، ولازم الغطاء البلاستيكي هذاك يلامس وجه الكريمة، ودركا نخلوها تبرد غاية لخاطر من بعد نحتاجوها باردة. بعد ما خمرت العجينه تاعنا وتضاعف الحجم نتاعها غادي نقسمها لقسمين. اذا شفتوا العجين تاعكم يلصق استعينوا بشويه برك تاع فارينه. من بعد نجيب صني وندهنه بالزيت، نحط فيه النصف الاول من العجين، وبالنسبه للسمك يولي لكم اذا تحبوا الليمونه تاعكم غليظه غلضوها، اذا تحبوها رقيقه رقوه. نستعينوا بحلال باش نريقلو الوجه نتاعها، نغطي عليها ونخليها تختمر للمره الثانيه. بعد الاختمار ندهنوا الوجه تاعها بصفار بيضاء اللي كنت زدت معاهم ملعقه كبيره تاع حليب وشويه لافاني، ندخلوها تطيب على فرن يكون مسخن مسبقا، نطيبوها من التحت من بعد نحمروها من الفوق. بعد ما طابت دركا يجي وقت التزيين. بالنسبه للخبزه الاولى وهي سخونه رشيت عليها السكر الناعم باش يلصق فيها، من بعد قسمتها في الوسط باش نحط الكريمه، نسي نوزع الكريمه على كل الجوانب بواسطه ملعقه. نفس الشيء درته للخبزه الثانيه. اما بالنسبه للتزيين زينتها بشويه عسل وكاوكاو افيلي. وهي الليمونه تاعنا واجده، نتمنى انكم تجربوها. واذا المحتوى اللي راني نقدمه شفتوه يفيدكم ديروا لي ابوني، صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وشاهدكم في الجنه بصحتكم.